بعد تفتيش أمتعتهما بمطار باريس، عثر في حوزة جزائريين أزيد من 2,000,000 يورو مهربة نحو عاصمة دولة أوروبية. تعرفوا على التفاصيل. أوقفت المصالح الجمركية الفرنسية مواطنين جزائريين كان في حوزتهما 1,000,000 يورو فاصلة 4 نقدا بعد تفتيش أمتعتهما بمطار رواسي شارل ديغول في العاصمة باريس، أثناء استعدادهما ركوب رحلة متجهة إلى إسطنبول في تركيا. وكان المسافران القادمان من الجزائر قد خضعا فورا لاحتجاز جمركي من قبل ضباط فرقة المراقبة الخارجية بتهمتي عدم الامتثال لواجب التصريح برأس المال عند التصدير والاشتباه في غسل الأموال. المشتبه بهما وهما جزائريان يبلغان من العمر 32 عاما و39 صرحا بأنهما يعملان تاجرين في مجال النسيج، وقد تم وضعهما بعدها رهن الاحتجاز لدى المكتب الوطني لمكافحة الاحتيال المالي حسب وسائل إعلام فرنسية.